النهاردة جايبالك طريقة كبدة الشارع بأسهل وأبسط طريقة هتعمليها. هنجيب بقى فلفل رومي كده، وهبدأ ان انا اقطعه كده شرايح رفيعة، وفلفل رومي احمر بدأت ان انا اقطعه كده قطع صغيرة. وطبعا لو حباها تكون سبايسي هتبقى طعمها يجنن. خدت كده نص قرن فلفل سبايسي، والفلفل الرومي بقى جاهز. عندنا بقى الكبدة، والكبدة ما بتتغسلش. قولي للجزار يقطعها لك عصافيري بالشكل دي. بقى خلطة الكبدة الخطيرة، وكاتباها لك في الديسكريبشن، وعملناها مع بعض كتير. صينية بقى وانزلي بشوية زيت، وعندنا بقى دوش او اللية هاتيها من عند الجزار، سيبيها بقى تسيح كده، واول ما تغير لون هشيلها كده واركنها في طبق. هنزل بقى بخلطة التوم كده بتاعت الكبدة، خطيرة تش كده وريحتها تطلع وتقلب البيت. وبعد كده هنزل بالكبدة العصافيري، وأول ما تغير لون هنزل عليها بقى بمعلقة صغيرة، معلقة من خلطة التوم بتاعة الكبدة، معلقة كبيرة بقى من بهارات الكبدة، وقلبي بقى كل الكلام ده كله كويس. وانزلي بقى بالفلفل، روح الكبدة بتاعة الشارع الفلفل الرومي. أول ما يدبل كده، شايفة بقى الصوص اللي يجنن ده مع الكبدة مع الفلفل. سندوتشات بقى عيش فينو، عيش بلدي اللي تحبيه. شايفة الجمال والحلاوة خطيرة. لو عجبك الفيديو لايك وشير.